اللغة العربية. لكن قل لي كيف أنت من أوغندا وتتكلم اللغة العربية؟ كيف لا 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 تتكلم؟ لا، في أوغندا ولماذا كل تفهمون؟ شخص يتكلم إنجليزية. والعربية تعلمت العربية حتى إذا كان مسلم أو درست في مدرسة. أنت مسلم، أنا مسلم، لهذا تتكلم اللغة العربية في أوغندا. يا أهلا وسهلا. نعم. نحن إخوة. شكرا. نعم. شكرا. السلام عليكم، فيديو جديد تنارا تي في. عاود تاني رياكسيون على بزاف ديال التصويرات هاد المره، بزاف ديال التصريحات غزالين. ليتس نبداو بعدا من هاد اللقطه هادي جميله جدا. ديك الاغنيه نتاع الزمان زماني مغربيه. ترجمه المغربيه قال لك الزمان زماني والقمه مكاني والمغرب وطني واللي يتحداني حتما سيراني. هذه هي نتاع هاتو المغربي. هذا هو جوابها. صغيرنا أسد وكبيرنا يهز البلد، مغاربة اللهم لا حسد، من جد وجد ومن شاف المغرب سجد. مغربية وأفتخر. هاد السيدة هادي ريري تشانيل هي اللي كتبت هاد الشي هذا. أبدعتي، الله يعطيك الصحة. إوا بدينا بهاد اللقطة زوينة وبدينا ونكملوها باللقطات زوينين. عاد ندوزو اللقطات العيانين. المهم لقطة جميلة نتاع حكيمي كما تشوف من مورا الماتش بيان سور العودة ديالو ما شاء الله عليه. هاد اللقطة هادي يا سيدي تتوريك قال لك شكون هو أشرف حكيمي، لاعب المنتخب الزامبي رغم إقصائهم. نساو قال لك راسهم وقصدو كاملين بواحد تيجيو عند حكيمي تيطلبوا التوني ديالو بواحد واخا تقصر. شوف هي الشوفه ديال الجول ديال زامبيا ما شاء الله توريك اش كاين. وكاملين قال لك طلبوا منه القميص ديالو باش يبقى عندهم ذكرى زوينه. قال لك تصرف زوين ما شاء الله. حتى هذا احترام كبير من اشرف حكيمي انه عطاهم الخاطر ووعدهم يعطيهم قميص للواحد في غرفه تبديل الملابس وبدل التوني ديالو مع واحد ومشى دار حوار صحفي مع الصحافه بالتوني ديال زامبيا. السوق هادو كلهم نقاط تحتسب للسي حكيمي القائد الحقيقي الله يعطيه الصحه. توني كروس اسيدي سولوه شكون اللي تختار كمفاجاه المونديال، قال لهم المغرب كما هضرت عليه في الفيديو اللي فات. المغرب هو مفاجاه المونديال الجاي ان شاء الله كاع المونديالات. السباحه حتى هو قال هضره زوينه قال لك لقد فزت بالقاب. فزت تيهضر مع بيان سور مع السير كراكي توجه ليه زعما توجه ليه هذا الميساج. قال ليه لقد فزت بالقاب، تعلم كيف تحقق الالقاب وستحقق هذه الكان ان شاء الله، نحن معك ومع الاسود. نفس الهضره ديال نقولوا المغاربه كاملين، واخا كاين شي عندنا شويه سبيطار عندنا في البلاد ولكن نقولوا المغاربه كاملين عندهم نفس التفكير ونفس الهضره. حنا معاك الكراكي ومع الاسود ومع منتخبنا الوطني ومع السي القجع ومع ملكنا. هذه كما قلت لكم رساله تشجيعيه لوليد الركراكي على ستوري ديال نبيل بها. ها هي التصويره اللي قلت لكم. الاتحاد الزامبي تخيلوا معايا ان هذه التصويره دي نقلها الاتحاد الزامبي وحمقهم التواضع ديال اشرف حكيمي وعجبهم هذه التصويره وبقاو تيعاودوها وتيهضروا عليها في زامبيا. الاتحاد الزامبي نقل هذه التصويره. تصوروا تخيلوا معايا لقطه جميله. كاين بزاف د اللقطات خليونا في الجميل ما باش نبدل دابا كاين عطا الله. حكيمي كما شفتوا من مورا الماتش الاخر ما عرفتش هادشي واش بصح ولكن في راسي ان لامين يامال كاين جا يتفرج جا في الرباط المولى عبد الله هو وباه تفرجوا في الماتش. قال لك مبروك هيرمانو كتب لي نيت عنده في ستوري ديالو مبروك هيرمانو كلاس اخر ياك another master class good luck in the next round. صح لامين يامال تيبقى مغربي. اختاريتي تصبر ديال شغلك هذاك عادي بغى يدبر على راسو ولكن مغربي تيبقى صراحه لامين يامال مرحبا. رسميا بيان سور بينا نتلاقاو في التومون مع زامبيا. دزنا الربع بينا نتلاقاو مع الكاميرون ولا جنوب افريقيا. دزنا هادشي ان شاء الله دايزين. حنا فقط بالتواضع ديالنا تنقولوا وبالاحترام ديالنا تنقولوا دزنا ان شاء الله.
المهم ان شاء الله دايزين ان شاء الله كاينين في الربع ان شاء الله يا ربي ما تعشبناش، حيت هاد لاكان هي اللي فيها بزاف. الا في الرزق ما في الرزق شا كلشي ديال الله، حنا ما مطلعين على الغيب، حنا فقط تنترجاو من الله ان يكون هاد الشيء تكون هاد لاكان من نصيبنا وفي بلادنا وتفرحنا، حيت كلشي الكبير والصغير ما عرفتش نقول لكم كاع الفئات، المشاش، الكلاب، كلشي في المغرب غادي يفرح الا دينا كاس افريقيا هذا العام هذه بدون نقاش. وان شاء الله كي بحال والو نضموا الجايه. المهم في الدومي فينال نقدروا نتلاقاو يا مع الجزائر، وهذا هو هذه هي مطالبه شعبيه ان نتلاقاو مع الجزائر في الفينال ولا نيجيريا اللي جا مرحبا، وفي الفينال اللي جا من الجهه الاخرى مرحبا به. داكشي تيبقى، حيت انا اللي كان هو هذاك ما عندنا ما نديرو. الا بغيتي لا كان خصك تقاتل عليها. كما قلت لكم الكافيه ترقب وتيتسنى، حيت طلب من السي القجع اننا نعاودوا ننظموا النسخه ديال 2028 ولا 2027. المهم النسخه الجايه، حيت داك التحالف ديال اوغندا تنزانيا ما عقلتش شكون، اوغندا تنزانيا شي حد اخر، محال وجد. اون بليس بهذا النيفو هذا اللي بان عليه كاس افريقيا بين المغرب، صعيب شي واحد يكون واجد من مورانا. طلعنا لابار عاليه جدا، وعلاش لا نعاودوا نضموها المره الجايه وبتولي من موراها كل 4 سنين، ديك الساعه يوجدوه ما على خاطرهم. اش اخر كاين سيدي السنغال، واحد مراسل التلفزيون من التلفزيون الوطني السنغالي قال لك سيدي تيهضر مع الاذاعه ديالهم، قال لهم لا نحن لسنا في غربه، لسنا في الغربه، قال لك نحن في المغرب ولا نشعر اننا ضيوف، نحن بين اهلنا واخواننا، فهنا نلعب فوق ارض شقيقه وبين شعب يجمعنا به التاريخ والمصير. لعلمكم 80% ديال السنغاليين مبايعين ملكنا، كلهم تيقول لك عاش الملك. خوتنا هادوك كما قال الحسن الثاني شحال هادي الله يرحمه، هادوك خوتنا مرحبا بهم وما شاء الله عليهم، تهلا فيهم المغرب عطيهم طنجة بالملعب الكبير ديالها ما شاء الله، ملعب بنو بطوطه. بخصوص بلاتي نهضروا على هذا حتى هو هذا واحد مونغو بيتي هذا مع قال لك انا اسف. المهم بيان سور فرحان على النسخه المغربيه، قال لك انا اسف لكن هذه اسوا جوله افتتاحيه في تاريخ الكاس الامم الافريقيه. قال لك يجب التوقف عن منح تنظيم البطوله لدول قادره. قال لك النسخه القادمه يجب ان تنظمها تشاد، فنحن بحاجه الى ملاعب توجد فيها تعابين مختبئه. المهم هذا يقدر جواب تاع على داك ديال داك المدرب ديال جنوب افريقيا اللي قال لك ما حسيتش بالفايب، قال لك ديال كاس افريقيا. اش كتجيبي الطراب والغبره والتمرميده باش تحس بالفايب ولا مالك؟ النقاء كل شيء تيشكر، كل شيء كاين، كل شيء موجود، النشاط موجود. اش من فايب؟ علاش تتقلب كما قال لك تتقلب على التعابين والافاعي وسميتو والعقارب؟ ما عرفتش بغا هذاك السيد. المهم ما عندنا سوق فيه، نكملوا. واحد المشجع قال لك ديال اولمبياكوس في منصه اكس كاتب سيدي حتى وهو في رحم امه لم يكن يتنفس الاكسجين كان يتنفس الاهداف المقصيه، هكذا ولد الاسطوره ايوب الكعبي. صراحه لقطه جميله، ديجا هضرت عليها في الفيديو اللي من قبل ولكن لقطه ناضيه. سير كراكي خرج سيدي من مورا الماتش قال لك الحمد لله المباراه اليوم مشات كيف ما بغينا واللعابه داروا مجهود وتقاتلوا، وبخصوص لياميق ومرابط قال لك خليتهم اليوم يرتاحوا للمباراه المقبله ان شاء الله. سير كراكي الله يعطيك الصحه، درتي مجهود كبير وكلشي زوين. وهذا كيفاش سير كراكي خليتهم يرتاحوا للمباراه المقبله؟ راه دابا بحال الياميق الا ما وقفتي عليه ما عندك ما دير به من الاخر، فوق راسنا الياميق، ولكن اخويا ملي توقف عليه مرحبا. بخصوص مرابط ملي نحتاجوا له ما يمكنش يدخل في اي مباراه. بحال دابا المباراه ديال تنزانيا تيبان لي العالم تيبان ليه ان مرابط ما كايناش بلاصتو، حيت السيران تنزانيا ما تيلعبوش معنا لاعب مفتوح، دونك ما محتاجينش ليه. تلاقينا مع نيجيريا محتاجين للمرابط، تلاقينا مع الجزائر محتاجين للمرابط. الناس اللي بغاو يلعبوا كره بغاو يحاولوا يقلبوا على الاهداف.
ما بحال تنزانيا تيبان ليا محال 1000% ما غادي تلعبش معنا لاعب مفتوح، حيت ما غادي تقدش، حيت اللي يلعب معنا لاعب مفتوح غادي يجيبها في راسو، سورتو من الفرق اللي موين ولا نقولوا فراقي صغار. المهم زكي امورك مزيانه السي الكراكي، حنا معاك، ولكن زكي امورك مزيان الله يرحم الوالدين. هذا كلام زوين تا هو كان قالوا داك النهار من مورا الماتش، قال لك اسيدي ما نقدرش بيان سور من مورا داك الهيجان اللي وقع عليه والانتقادات اللي وصلاتو من عند كل شيء، من عند كل شيء بالمعقول. قال لك اسيدي ما نقدرش نتقلق على المغاربه، من حقهم يتقلقوا. المغربي يقدر يعايرك الصباح ويعرض عليك في الليل، بيان سور الله يعطيك الصحه على هاد الهضره وعلى هاد النيفو، وعنك هبطتي من داك الهضره الزايده وتعاملتي باحترام، الله يعطيك الصحه. هكا خصك تبقى وهكا خصك تكون، التشكيله كاع وقف على ديك التشكيله وبركه، ما تزيد من راسك السير الكراكي، ماشي تا بليتو ماشي تزيد من راسك، تحاول دير شي تفنن اللي ما كاينش. لاش خلينا شوف بينا المعقول، بينا الكاس نجيوه. انا تيبان لي واحد 1000% المباراه نتاع تنزانيا ما نخافوش منها، ولكن الحذر ضروري الحذر. اما بعد تنزانيا المعقول اخويا، اما كاين غير الماتشات المعقولين، بالتلاقيا مع الكاميرونيه مع الكاميرونيه مع جنوب افريقيا، ماتش هذاك في الربع، في النصف ان شاء الله نفوتوا الربع، في النصف بالتلاقيا مع نيجيريا مع الكونغو مع الجزائر، هادو كلهم ماتشات. وفي الفينال الا وصلنا للفينال تخامج ليا مع بنادم وما يخرجش داك الكاس في الفينال، واخا ما عرفتش يكون لي يجي شتي يجي الارجنتين في الفينال غنضربوها بدون نقاش. تهضري على الربع والنصف هما اللي بيكونوا ماتشات شويه صعب. الله يسر، حنا معاك، الشعب كامل المغربي معاك، ملكا وشعبا كلنا معاك من الاخر. ايوا صراحه هادي هضره معقوله، المغربي يقدر يعايرك ما يعايرك ما كايناش هادي يعايرك، المهم يقدر يتخاصم معاك في الصباح ويرد عليك في الليل عادي جدا، ما كاين يعايرك السر كراكي، ما هادشي اللي كاين. لافوينتي قال لك نعم نستطيع أن نصبح أبطال العالم، نستطيع وسنقاتل من أجل ذلك على إسبانيا، لكن هناك منتخبات أخرى ستسعى إلى الأمر نفسه، لن يخرج من أي المنتخبات القوية عن السباق، مثل المنتخبات القوية اللي في سباق كأس العالم، هو كما قال توني كروس لافوينتي حتى هو مثل البرازيل، الأرجنتين، ألمانيا، فرنسا، البرتغال والمغرب. هادشي راه السر كراكي اللي داروا ليه علمك اللي وصلنا لهنا. ما يجي شي واحد بدا تيكثر الهضره يقول لك كراكي فاشل، وهذا اللي تيقول كراكي فاشل راه ما تيفهم حتى حاجه في الكره. كراكي ماشي فاشل، كراكي فقط مرة تيتفهم تنحاولوا نطلبوه انه ما باقيش يتفهم بين الربح بين الكاس ومن مورا في كاس العالم حتى هو، ولكن دابا ما مساليش نهضروا على داك الموضوع، حنا فقط تنهضروا في كاس افريقيا دابا. الله يستر للسر كراكي ووليداتو تفرقه ما غلباتو، وهادشي اللي بغينا. حكومه الكابون قال لك تتقرر ايقاف نشاط المنتخب الاول. تخيلوا معايا ان حكومه الكابون خسروا مساكن 3 الماتشات ديال السعود، تقصاو من كاس افريقيا، والحكومه ديالها وقفت النشاط نتاع يعني بحال تقول حلات المنتخب، صافي سالينا سدات ذاك المنتخب الى اجل غير مسمى تيشوف واش بغا يديروا. المهم ان ما كاين باقي لا اجمع لا منتخب لا والو، لا مشاركه لا حتى حاجه في اي بطوله، 6 مدى. والله يستر لهم صراحه، راه كانوا تيتسناو عندهم منتخب كبير لعلمكم الكابون، تيتسناو منهم بزاف، ولكن ديك خسران 3 الماتشات كانت شويه قاصحه بزاف عليهم. زوما كورت زوما قال لك كان حاضرا في مركب مولاي عبد الله لدعم صديقي المقرب نايف اكرت خلال مباراه المنتخب المغربي. ماشي هو بزاف ما شاء الله، كان حاضر السي سكيتيوي والسي وهبي بطل كأس العرب والشان، طارق سكيتيوي وبطل كأس العالم وهبي حاضران من مدرجات الملعب لمتابعة الماتش. كلشي هادشي زوين. كان السي القجع كان ناشط وفرحان، القجع قال لك يمثل اغلب المغاربه اليوم. كلشي داير هذيك الضحكه صراحه. كما قلت في الفيديو نتاع تيك توك، الماتش نتاع زامبيا برافو الركراكي، برافو الدراري، ما شاء الله عليكم، طفيتوا الغضب ديال المغاربه كاع دوك الناس اللي كانوا مقلقين وكانوا غضبانين من المنتخب، كلشي قلبها فرحه ونشاط، والناس كاع خرجوا سطحوا ما فهمتش. المهم عادي تحمس.
عادي اللي بغى يفرح وينشط، ما يمكنش شي واحد يقول ليه لا. هو بينا نفرحوا وننشطوا اكثر ان شاء الله ملي ناخذوا الكاس، ملي كحلوشه تبقى في الدار، وملي حكيمي يقول لك ديك اولي ويهز لك حلوشه، هذيك هي اكبر فرحه عندنا ما شاء الله. وان شاء الله نعيشوها يا ربي، تنترجاو من الله اننا نعيشوها حيت واقفين عليها. نكملوا. وقفنا عند مادونا. مادونا حتى هي سيدي مروكان هوليداي. مادونا تدور ليا مع راسها هي راجلها ولا مع الصديق ديالها ولا شكون هذاك لو جون اللي معاها. المهم مخسره بصحتها. كانت جات شحال هادي المغرب، هي عاودت جات ثاني دابا. رجع لهاد اللقطات هادو اللي قبيله ما دوزتهمش، رجعوا لك راغله اش دايرين. قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين. تبقى الحمير حميرا حتى قل للحمير وإن طالت معالفها. تخيلوا معايا انهم شفروا كواري من الماتش، من مورا الماتش ديالهم الاخرين، الماتش الثالث في المجموعات شفروا جوج كواري. تخيلوا معايا جوج كواري ديال الكاف، ماتيريال ديال الكاف ديال التيران، ما يمكنش تشفروا. بغيتيه سير طلبوه ولا شريه من عندهم، شوف انت لقى شي حل، ولكن تشفروا واش انت يسحبك ما كاينش. وداروا ديك السرقه الموصوفه، انت عتي تسلتو واش بتاع ما تيشوف، غطاوه بالتريكو وداوها ديك الكره، خبطاتهم الكاميرا بيان سور. واش هادو حمقين؟ راه لاعبين في مولاي الحسن، ملعب مولاي الحسن بوحدو. تخيلوا معنا ملعب مولاي عبد الله فيه يقدر قال لك شي 800 كاميرا. ملعب مولاي عبد الله فيه 800 كاميرا. ملعب مولاي الحسن اللي صغر منه في نظركم شحال بغا يكون فيه؟ شي 100 200 كاميرا 300 كاميرا. البق ما يزهق، ولكن الغباء ديما حيت مولفين فعايلهم مولفين. تخيلوا ان واحد من اللعابه وواحد من الطاقم التقني هما اللي شاركوا في هذه الجريمه. الفيديو مليوح في الانترنت، كل شيء العالم شاف. فضيحه بقلايل اللي قال هذاك الشعب. وناضوا هما خرجوا في هذا الجزائر تي في، قال لك اكدت لنا مصادر من الاتحاد الجزائري لكره القدم ان الفيديو المتداول بشان سرقه كره الملعب من طرف احد افراد قال لك طاقم المنتخب الوطني الجزائري قد تم تحويره واسيء فهمه. قال لك اسيء واش فرا اسيء فهموها حماق هذا. قال لك كما اوضحت المصادر ان نيه السرقه لم تكن مطروحه وان التصرف كان فرضيا وذلك غير طائف واحد السقاف واحد باش ما يخرجوش على المنتخب ديالو. قال لك ان وذلك بعد ان طلب راقي، قال لك الراقي المنتخب هو اللي يطلب، قال لك طلب راقي المنتخب الشيخ طقطق احضار كرة الملعب من اجل القيام برقيتها واعادتها لاحقا الى ارضية الميدان. تفادي، قال لك تفاديا لما باقي يغرقوا، تفاديا لما يعرف بالسحر الاسود قال لك في افريقيا. طيب لا يبقى الحمار وحمار. اسمعوا عوده معكم. قل للحمير وإن طالت معالفها لن تسبق الخيل في ركض الميادين. تبقى الحمير حميرا حتى قل للحمير ما تجدي هكا دايرين هما. لا تيبقاو هكا. هاد بنادم الاخر تا هو الاول حمار، هاد راس طرو قال لك انا صراحه راس طرو نيت وحمار تا هو. وصل البارح وصيفطوه اليوم. صيفت بالك اللي بعده والله الا اللي بعده. شكرا للصراحه السلطات المغربيه ما شاء الله. والثانيه حمار والثالث العز للمخزن اللي تعدى حدوده يرجع لزريبته. سالينا بلد مع الاغبياء ما عندنا ما نديرو بهم في بلادنا، سورتو اغبياء اللي بغاو لك الشر. والله الا بنادم كان قال هاد الهضره هادي داكشي علاش ما محتاجش انني نقرا. المهم هادي شحال واحد يكون عارفو، هو اللي كان قال هاد الهضره هادي داكشي علاش جراو عليه ما طولش. بلاتي على هاد الكره واقع غير مسبوقه في الكان. قال لك الكاف رجعت الكواري قال لك من غرفه ملابس المنتخب الجزائري. واش ماشي الحماق ملي راجعوا التسجيلات والفيديو كما قلت لكم حتى يدور في الانترنت، يعني فضيحه بقلايل. ناشط قال لك السياسي شي حد قال لك منتخب لم يغادر بيته ولا تخيلوا مع شاش تيقولوا البكاء ماركه مسجله باسم الكراغيله. تيهضروا علينا. قال لك منتخب لم يغادر بيته ولقب بمنتخب ماكيتات في البيت. قال لك خاض كل مبارياته الاقصائيه على ارضه، واليوم في بطوله على ارضه تاهل ليصادف تنزانيا في ثمن النهائي ثم البنين في ربع النهائي. كيفاش البنين؟ على في اش درتو
درتو كيفاش بنا نتلاقاو مع البنين؟ واش هادو مكلخين؟ بنا نتلاقاو مع جنوب افريقيا ولا الكاميرون. المهم ما انت واش فيهم ما تيفهموش حتى في الكره، هما تيبغيو يخرجوا يهضروا بشي هضره اللي تسيء الى المغرب فقط. العقيده ديالهم هكاك داير. وسيكون الكابون في نصف النهائي. اش من كابون، واش من غباء، اش من كابون مساكن مشاو. يصل بعدها الى النهائي امام الجزائر. الجزائر وصلت زعما. الجزائر بنا نتلاقاو معها في الدومي فينال ان شاء الله. الا كانت مكتبه نتلاقاو معها، راه هذيك هي الماتش اللي بغا يكونوا المغاربه كلهم معاك في التيران، معاك يقدر يلعبوا معاكم ندخلوا في واحد ديال البطولات. المهم هذا فقط ما محتاجش راني نبقى تنقرا فيه حيت هضره خاويه وبليده. الاغبياء هكا ما تيلقاو ما يقولوا هادشي اللي تيديروا. نكملوا الفيديو. داك حاتم الطرابلسي المحلل التونسي قال لك سأقف احتراما وتحيه لدوله المغرب. والله لازم نفتخر بالمغرب لان ما شاهدناه ليس بالامر السهل ابدا في كل مباريات هذه البطوله رغم الامطار والتساقطات باستمرار. ما كاين لا غرق الملاعب لا قطرات ما فوق ارضيه الميدان. تحيه كبيره لكل من عمل في صمت واتقن عمله بكل احترافيه. ولكن المغرب اليوم يعطي درسا للعالم في التنظيم والبنيه التحتيه ويؤكد ان النجاح لا ياتي صدفه بل نتيجه عمل وتخطيط واحترام لكره القدم. الله يكبر بك. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم. الصحافه الجزائريه قال لك علمنا من مصدر موثوق من المغرب ان المخزن وبمساعده الكيان الصهيوني قال لك تمكن من السطو على خاتم سيدنا سليمان اللي كان موجود تحت الحدود مع موريتانيا. كاين كيفاش نصيفطوا لهم شي اوديو فيه تفو عليكم ولا شي حاجه ما يمكنش. قال لك المخزن بدا باستخدام خاتم سيدنا سليمان من ازيد من سنه، اكثر من سنه، وهو ظاهر للعيان. والا قال لك كيف تفسر هطول امطار غزيره على الملعب في حين المنطقه تعاني من الجفاف؟ وكيف تفسر هطول امطار قويه على ملعب افتتاح كاس افريقيا ولم نرى اي قطره ماء على ارضيه الملعب؟ كيف تفسر ان كل من زار المغرب يغير موقفه ويقول المغرب بلد الخير والخيرات؟ الحمد لله هذا من فضل ربي. كيف تفسر فوز المنتخب المغربي بجميع كؤوس العالم، كأس العالم وكأس العرب أينما تواجدت في أي بطولة يفوزون بها؟ طبعا هذا ليس منطقيا، إنه بفعل خاتم سيدنا سليمان. هادشي اللي كاين، كلشي ديال الله. حنا الله عطانا القوة، حنا ما طلبناش، الله عطانا وتنحاولوا أننا نستخدموها بأحسن طريقة. نتوما أغبياء ما عندكم لا قوة لا عقل لا هذا. حيت قلبكم كحل وعمري بالحقد وبالحسد. هادشي علاش حنا ما تنبقى نحسدوا على حد، ما تحسدوا حد وما تنحقدوا على حد، تنتقاتلوا على راسنا والله يدير لي فيها تاويل الخير فقط. قال لك كيف تفسر فوز المغرب بقضيه الصحراء؟ جمعوا كل شيء. كيف تفسر افتتاح كاس الافريقيا بكثره الاضواء وكثره المصابيح وكثره الالوان في حين حنا قاطعين عليهم الغاز؟ وكيف تفسر البنيه التحتيه الرهيبه اللي حتى في اوروبا ما تلقاوهاش؟ وكيف تفسر بناء ملعب عالمي في ظرف 6 أشهر؟ وكيف تفسر البورق؟ وكيف تفسر؟ قال لك الأمور واضحة وضوح الشمس، إنه خاتم سليمان. علينا أن نسترجعه منهم لأن النبي سليمان كان عايش في الجزائر. أنا والله بزاف هاد الناس هاد الفيديو فين نخليه عندي هاد التصويرة بنعاود ندير لكم شي فيديو عليها. زيدان قال لك سيدي تواجدي في المغرب يشعرني وكأنني في بيتي. التنظيم هنا رائع والملاعب بمستوى عالمي. جئت لمتابعة مباريات ابني مع المنتخب الجزائر وكان الاستقبال أكثر من رائع. وين بيان سور زيدان ساكن في مراكش، ما محتاجش هاد البسالة يجي شي مكلخ يقول لك راه قال لك جاي يشوف جا على قبالنا، جا على الجزائر اللي جابتو للمغرب. انتي معامن تنهضروا. المهم لويس انريكي تا هو قال لك سيدي اشرف حكيمي ترك فراغا كبيرا في الفريق، فهو لاعب استثنائي داخل وخارج الملعب. اتمنى له كل التوفيق مع منتخب بلادي المغرب في كاس افريقيا وان يحقق اللقب لانه يستحق بكل جداره. الله يحفظك اخوي، الله يحفظك. ارسين فينجر قال لك على الدول الاوروبيه ان تستفيد من خبره المغرب في بناء وتسيير الملاعب، فبعض ملاعبنا لا تستطيع حتى تصريف مياه الامطار بالشكل المطلوب. ما رايته في المغرب خلال كاس افريقيا ادهشني، لقد اصبح نموذجا يحتذى به في البنيه التحتيه الرياضيه. ارسن فينجر
زيدان عاود ثاني قال لك اسيدي اكون صريحا لم اشعر انني في بلد افريقي منذ لحظه وصولي، احسست انني في قلب اوروبا. ما رايته في المغرب من تنظيم بنيه تحتيه وملاعب عالميه يفوق حتى بعض البلدان الاوروبيه. المغرب وضع افريقيا في مستوى جديد، انه تفوق حقيقي. الله يكبر بك. ونساليو مع هاد الهضره هادي كوميك. قال لك اسيدي الدول العظمى قيمت الافتتاح، يعني عطات نقطه على 10 للافتتاح ديال المغرب. المغرب يصنع التاريخ باسلوبه الخاص. تخيلوا معايا اسبانيا سيدي قالت لك حفل انيق يعكس هويه البلد. فرنسا قالت لك عرض قوي ومتكامل. الصين قالت لك خطوه ضمن مسار تطوير مستمر. اليابان قالت لك تطور ملحوظ واحترام للتفاصيل. امريكا قالت لك عرض جميل ومدروس. استراليا قالت لك رقي وبساطه ذكيه. وحنا اعتمدنا على ادمغه مغربيه لبناء مستقبل افضل. بنينا خطوه بخطوه نحو الاعلى. لسنا الوحيدين لكننا نعمل. لسنا صاخبين ما تنهضروش لكننا نتقدم. لا ننتظر آراء الفشل المتأخرين. نظرة نحو الأمم المتقدمة. الله يحفظ هذا البلد ملكا وشعبا. الله يحفظنا ديما والله يخلينا ديما أمة متحدة. راه ما عمرنا نزيدو لقدام كبلاد إلا ما كنا متحدين وراء ملكنا، وراء منتخبنا، وراء الناس المغاربة اللي تيهزوا الراية المغربية، وراء حكومتنا حتى هي. يكونوا متحدين حتى هما يكونوا معنا. الله يجزي شي تاويت الخير ديما الله الوطن الملك.